بلغني أيها الملك السعيد أن قصة الدرويش الأول أدهشت الجميع. وقال الخليفة لجعفر: لم أسمع في حياتي بأسرها قصة كهذه. ثم تقدم الدرويش الثاني وقال: والله يا سيدتي ما ولدت أعورا، وكان والدي ملكا وعلمني القراءة والكتابة، وتحولت لدراسة الخط العربي وأتقنت حرفتي حتى انتشرت الأخبار عن مهارتي في كل البلدان، ووصلت إلى جميع الملوك العظام. وفي إحدى الأيام أرسل إلي ملك الهند، وأرسل إلى والدي الهدايا، وطلب منه أن يرسلني إليه. فأعدني والدي للرحلة، ومعي 6 خيول للركوب، وامتطينا هذه الخيول مدة شهر كاملا، حتى صادفنا في أحد الأيام سحابة من الغبار، وعند انقشاعها رأينا 50 فارسا يتألقون في دروعهم وكأنهم أسود فولاذية. كانوا قطاع طرق، فقلنا لهم: نحن مبعوثون إلى ملك الهند، وعليكم ألا تمسونا بأذى. لكنهم هاجمونا مع ذلك، ونجوت بحياتي بأعجوبة لأهيم على وجهي بعد ذلك دون أن أعلم أين أتجه. لقد كنت غنيا وقويا، ولكنني صرت حينها فقيرا، وطوال شهر كنت أرتحل ليلا نهارا، وأنام قبيل الفجر أينما استطعت، وأتناول نباتات الأرض وثمارها لأبقى على قيد الحياة. وأخيرا وصلت إلى مدينة جميلة منهك القوى من الإجهاد والجوع، ودخلت المدينة وأنا أجهل أين أذهب، وأسعدني الحظ أن أمر بحائك يجلس في متجره، فألقيت عليه التحية، ودعاني إلى الداخل فأخبرته بكل ما جرى لي. وبدأ عليه الانزعاج وقال لي: أيها الشاب، لا تخبر أحد بسرك، فملك هذه المدينة ألد أعداء والدك. ثم أحضر لي بعض الطعام وتناولناه معا، وعند حلول الظلام سمح لي بالنوم في مكان صغير خلف متجره. فبقيت هناك 3 أسابيع. ثم سألني الحائك: أليست لديك أي مهارة تجني منها قوت يومك؟ فأجبته بأنني خطاط. فقال لي: مثل هذه المهارات ليست مطلوبة كثيرا في هذه المدينة، فلتأخذ فأسا وحبلا وتذهب لقطع الأخشاب في البرية لتكسب رزقك وقوت يومك. ثم أحضر لي فأسا وحبلا ووضعني تحت أمره وأمر بعض قاطع الأشجار، فذهبت معه وقطعت الأشجار طوال اليوم، وعدت حاملا حزمة من الأخشاب التي قطعتها فوق رأسي، وبعت الخشب وجلبت المال للحائك، وقضيت عاما كاملا على هذا الحال. وفي أحد الأيام ذهبت إلى الغابة، ووصلت إلى مجموعة كثيفة من الأشجار، فكان هناك جذع ضخم جدا. عندما حفرت حوله بفأسي عثرت على حلقة متصلة بلوح خشبي، فسحبت الحلقة لرفع اللوح، ووجدت سلما، فنزلت على الدرج وعثرت على قصر عظيم ضخم تحت الأرض. وفي الأسفل رأيت فتاة تبدو في جمالها كالشمس الساطعة، وصوتها يمحو كل الأحزان التي في النفس. وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبكرة قصة جديدة. تصبحوا على خير.